اهلا بيك عزيزي المسافر في قناتنا دردشة سفر، والنهارده هندردش مع بعض شوية عن ازاي تدبر عملة اجنبية قبل ما تسافر برا مصر. هقولك على كل الطرق المتاحة بالتفصيل، لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا اي حد فينا لما بيسافر برا مصر طبيعي انه بيحتاج يغير عملة من الجنيه المصري لعملة اجنبية تقدر تستخدمها برا مصر. اول طريقة انك تدبر بيها عملة اجنبية وهو البنك، بس هنا في شرط ان البنك اللي هتروحه يكون عندك اصلا حساب فيه. احيانا الموضوع ممكن بيعدي لو ملكش حساب وطلبت عملة اجنبية، ولكن هي طريقة مش مضمونة، وحتى لو نفعت معاك هيديلك مبلغ قليل جدا. كمان خلي بالك انك تروح البنك قبل تاريخ سفرك ب 48 ساعة فقط، يعني لو رحت البنك قبلها ب3 ايام او اكتر البنك هيرفض. يبقى كده اتفقنا ان اهم حاجة يكون البنك اللي ليك حساب فيه وتروح قبل ميعاد سفرك ب 48 ساعة. طب ايه بقى الاوراق اللي البنك بيطلبها منك عشان تقدر تدبر بيها عملة؟ رقم 1 مطلوب منك جواز سفر. رقم 2 مطلوب منك تذكرة طيران مؤكدة، وتحت مؤكدة دي حط مليون خط، لان في ناس ناصحة تقولك طب ما انا اعمل حجز طيران مؤقت، زي مثلا لو حجزت اونلاين من مصر للطيران وعملت طريقة الدفع فوري فبيتبعت لك تيكت الطيران فعلا على الايميل بتاعك، ويقولك قدامك حوالي 24 ساعة تروح اي فرع من شركة فوري وتدفع تعمل حجز الطيران. انت فعلا هيكون معاك تيكت طيران، ولكن موظف البنك برضه ناصح، لانه بيدخل على الويب سايت بتاع شركة الطيران وبيدخل بيانات التيكت وبيشوف هل فعلا حجز الطيران مؤكد ومدفوع ولا لا. يبقى كده اتفقنا ان لازم حجز الطيران يكون مؤكد 100%. كمان خلي بالك ان حجز الطيران يكون ذهاب وعودة. هتقولي هو البنك ماله بتذكرة العودة، هو مش ليه اثبات اني مسافر وخلاص؟ لا، هو البنك بيوفر عملة لتأشيرة السياحة فقط، وطالما تأشيرة سياحة فانت اصلا مش هتعدي من المطار غير وانت معاك تذكرة عودة مؤكدة. ونقطة التأشيرة دي هتاخدنا للطلب رقم 3. رقم 3 مطلوب منك صورة من تأشيرة الدولة اللي انت مسافر ليها، بشرط انها تكون تأشيرة سياحة. وهنا عارفك هتسألني كام سؤال وانا هجاوبك عليهم. هتقولي طب لو انا جالي عقد عمل برا مصر البنك مش هيديلي عملة؟ الإجابة لأ، تدبير العملة بيطلع فقط للناس اللي مسافرة السياحة فقط، لكن لو أنت مسافر تأشيرة عمل أو بيزنس أو أيا كان لا، البنك مش بيوفر لك عملة أجنبية، ولكن أحيانا بتعدي. بمعنى أصح أنت وحظك حسب موظف البنك، يا هيوافق يا هيرفض، لكن الأساس إن تدبير العملة لتأشيرة السياحة فقط. في حد تاني هيسألني طب افرض انا مسافر لدولة من غير تأشيرة اصلا للمصريين، او الفيزا عند الوصول في المطار، اتصرف ازاي بقى؟ ما تقلقش خالص، موظفين البنك عارفين ان في دول من غير تأشيرة للمصريين او بتأشيرة عند الوصول في المطار. في الحالة دي مش مطلوب منك تقدم تأشيرة والموضوع بيمشي عادي. يبقى كده عشان الخص لك الدنيا، اتفقنا ان الاوراق اللي مطلوبة صورة جواز السفر، حجز طيران مؤكد، تأشيرة الدولة اللي انت مسافر ليها، ولو دولة ملهاش تأشيرة للمصريين او تأشيرة عند الوصول يبقى المطلوب منك جواز سفر وحجز طيران مؤكد فقط. طيب انت كده جهزت ورقك ورحت البنك، هل انت اللي بتحدد العملة اللي انت عايزها زي دولار او يورو او ايا كان العملة؟ الاجابة لا، الموضوع بيعتمد على حسب الدولة اللي انت مسافر لها وعلى حسب توفر العملة في البنك. بمعنى انك مثلا لو مسافر امريكا فالبنك طبعا هيديلك دولار امريكي. طب لو انت مسافر السعودية البنك هيديلك ريال سعودي مش هيديلك دولار، الا لو فرع البنك كان عنده نقص في الريال السعودي فهيديلك دولار مش ريال. طب لو انت مسافر لدولة عملتها مش عملة دولية مشهورة زي ماليزيا واندونيسيا، في الحالة دي البنك هيديلك دولار امريكي، لان هي عملة عالمية تقدر اول لما توصل البلد اللي انت مسافر لها انك تحول الدولار لعملة البلد من اي شركة صرافة هناك. طب البنك بقى بيدبر مبلغ قد ايه؟ ده بيعتمد على تصنيف العميل في البنك. لو عميل في اي بي وعنده رصيد كبير في حسابه غير عميل عنده مبلغ صغير في البنك. يبقى كده اول طريقة لتدبير العملة وهي عن طريق البنك، واتكلمنا عليها بكل التفاصيل. تاني طريقة معانا وهي شركات الصرافة. في عندك شركات تبع البنوك زي شركة الأهلي للصرافة، ودي شركة تبع البنك الأهلي المصري، وشركة مصر للصرافة اللي تبع بنك مصر. دول أشهر شركات صرافة موجودة حاليا. في كمان شركات صرافة خاصة ولكن الأغلب أنت مش هتلاقي فيها مبالغ كبيرة. عن نفسي أرشح لك شركة الأهلي للصرافة، ليهم فروع كتير في أغلب المحافظات والتعامل معاهم سهل. طب إيه الأوراق اللي مطلوبة بقى؟ مطلوب منك نفس الأوراق اللي اتكلمنا عليها وأنت رايح البنك، هي نفس الأوراق مفيش أي اختلاف. يمكن الاختلاف هنا بس إنك تقدر تروح الصرافة قبل ميعاد سفرك ب5 أيام، ده بالنسبة لشركة الأهلي للصرافة. باقي الشركات ما عنديش المعلومة للأمانة، لكن من تجربتي الشخصية مع الأهلي للصرافة ممكن قبلها ب5 أيام، عكس البنك هيقولك 48 ساعة يعني قبلها بيومين. طب الصرافة هتقدر توفر لي مبلغ قد إيه؟ هنا بقى على عكس البنك، كنا قلنا إن بيكون على حسب تصنيف العميل، لكن في الصرافة بيكون على حسب المبلغ المتاح في الفرع. يعني لو مثلا أنت عايز 3000 دولار والصرافة عندها سيولة تغطي المبلغ ده، هيديلك المبلغ عادي مفيش اي مشكله، وده عن تجربه شخصيه. بس حابب ااكد ان ده الوضع بتاريخ تصوير الفيديو عشان ممكن الوضع الاقتصادي يتغير والوضع يختلف. تالت طريقه معانا لتدبير العمله وهي الكريدت كارد، ولكن هنا ركز معايا، الطريقه دي تقدر تستخدمها لو انت بره مصر وبتشتري اي حاجه زي موبايل، لابتوب، لبس، اي حاجه عموما، لكن اوعى تسحب من الكريدت كارد فلوس كاش من الاي تي ام،
لان ده هيتحسب عليك فايده. يبقى كده الملخص، احنا اتكلمنا عن 3 طرق قانونيه تقدر تدبر بيهم عمله اجنبيه. الطريقه الاولى وهي البنك، الطريقه الثانيه وهي شركات الصرافه، الطريقه الثالثه والاخيره وهي الكريدت كارد. انت بقى ممكن تبتدي بالبنك، انك تروح وتشوف هيدولك كام، بحيث لو المبلغ مش كافي بالنسبه لك هتطلع بعدها تجمع باقي المبلغ اللي انت عايزه من شركات الصرافه، وتستخدم معاهم كريدت كارد في مشترياتك بره مصر عشان توفر في فلوس الكاش اللي معاك، بحيث الثلاث طرق يكونوا مكملين لبعض. وبكده يا عزيزي المسافر نكون خلصنا فيديو النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده.